قال: هل يجوز حفر المقبرة بعد 40 عاما ويدفن فيها أموات غير الأموات الذين فيها؟ إن ذهبت وليس لهم مكان يدفنون فيه موتاهم ببلاد ضيقة وليس معهم شيء وقد استحال هؤلاء الموتى وما بقي من أثرهم شيء، فهذه مدة طويلة، فمن أهل العلم من يجوز هذا. وأما إذا كان هناك موضع الحمد لله يسع لمن تقدم قبل 40 ومن تأخر بعدهم، فلا ينبغي هذا الفعل وأن يترك هذا الفعل. فإن ضاقت البلاد وما معهم شيء وقد طالت الفترة الزمنية على هؤلاء المقبورين نحو 40 سنة 20 سنة، فترات زمنية طويلة، حتى يظن أنه لا يوجد أحد بعد ذلك غير عجب الذنب، فإنهم إن شاء الله لا بأس، أو عجب بالإسكان، فلا بأس إن شاء الله إذا احتاجوا للحاجة، فإن لم تكن حاجة فلا، لكن بشرط التأكد أنه ما بقي ميت، وإن جعلوها كالأدوار، إذا احتاجوا إلى ذلك جعلوها كالأدوار. ومن بداية الأمر إذا ضاقت البلاد يعمقون تحت، حيث أنه إذا كان ما بقي أرض يدفنوا في الأعلى، يكون ذاك في الأسفل هذا في الأعلى، لعدم وجود الأرض التي يدفن فيها. وإلا الأصل أنه لا يعتدى على القبور ويخرج من بيوتهم. السلام عليكم أهل الديار، فهي ديارهم.